فرضت السلطات الصينية إجراءات طوارئ وسط تفشي فيروس جديد، والذي يأتي بعد 5 سنوات من تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في جائحة ضربت العالم. وتشهد الصين ارتفاعاً في حالات الإصابة بالفيروس الرئوي البشري HMPV تحديداً في المقاطعات الشمالية، خاصة بين الأطفال. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة CDC تشرح أن هذا الفيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وقد يسبب مشاكل للذين يعانون من ضعف جهاز المناعة. وتم اكتشاف الفيروس في 2001، وهو من عائلة الفيروسات الرئوية التنفسية RSV. تتشابه أعراض الإصابة بهذا الفيروس بالرشح أو الإنفلونزا أو حتى كورونا، مثل الحمى والسعال واحتقان الأنف وضيق التنفس، وقد تتطور لتصيب الشعب الهوائية بالالتهاب.